امرأة يهودية ترمي طفلا مسلما لسمك القرش، ومعجزة كبيرة جدا تحدث. سبحان الله. قبل البدء بالفيديو صلي على النبي واشترك بالقناة واضغط لايك للفيديو لنرى عدد المسلمين معنا. امرأة يهودية ترمي طفلا مسلما في البحر لأسماك القرش، ولكن ما حصل صدم الملايين. سبحان الله. سمر هي امرأة عربية من أصول يهودية، كانت تدخل إلى المساجد عند المسلمين وتحاول اختطاف الأطفال الذين يصلون مع آبائهم وتحاول استدراجهم بطريقة ما. كان هدفها الأول التخلص من أطفال المسلمين والانتقام منهم بأي طريقة. ذهبت يوما إلى مسجد ولبست لباس النساء المسلمات لكي لا يشك فيها أحد. دخلت على باب المسجد ورأى طفلا يصلي بجانب أبيه، فبدأت اليهودية سمر في استدراج الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات. فذهب إليها الطفل البريء وهو يبتسم، فقالت له: ما أجملك وأنت تصلي، ولأنك مسلم جميل سنذهب أنا وإياك دون أن يرانا أحد، وأشتري لك ما تريد، وعندما أشتري لك سأعيدك إلى هنا. فوافق الطفل المسكين وفرح كثيرا، ثم أخذت بيديه وذهبت إلى أسماك القرش والحيتان المرعبة والأسماك الشرسة. بدأ الطفل يعوم ويصرخ لعل أحدا يسمعه وينقذه، ولحسن حظه جاء قارب صغير فاقترب من الطفل وأنقذه، وذهب إلى الشرطة ليسلم الطفل ليتعرفوا على أهل الطفل ويستدعوهم. اتصلت الشرطة على والد الطفل المسلم وأخبرته بالقصة، فركب سيارته كالمجنون مسرعا نحو ابنه وهو يبكي ويقول: يا رب خذ لي حقي. وقبل أن يصل بقليل اصطدمت السيارة بسبب سرعته ودعس شابا ومات. فألقت الشرطة القبض على السائق المسلم، فبكى بحرقة وقال: يا رب، أنا دعوتك أن تأخذ حقي وليس أن أقع في مصيبة جديدة. أخذوا الرجل إلى الشرطة للتحقيق، وبعد الاستجواب معه والتحقيق عن الشاب الذي اندهس ومات تبين أنه ابن المرأة اليهودية سمر. انصعق الجميع من هذا الموقف. سبحان الله. فسجد الرجل المسلم وهو يبكي ويحمد الله ويقول: لم أكن أتوقع ما حدث. انصعقت سمر اليهودية مما حصل، فكادت أن تقتل نفسها من البكاء والصدمة، تبكي وتقول: أنا السبب في موت ابني. أخذوها إلى المحكمة وحكم عليها ب3 سنوات بالحبس. والمعجزة الكبرى أنها عندما خرجت من المسجد كانت أكبر داعية مسلمة حفظت القرآن ودخلت الإسلام وهي في مرحلة السجن، وعرفت أن الله أعطاها إنذارا وذهبت إلى الرجل المسلم وطلبت منه السماح وهي تبكي، وقالت له: أصبحت مسلمة ولا أريد منك شيئا سوى أن تسامحني. سبحان الله. علمت أن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إن الله لا يسمح أن يصيب خلقه ضرر في أي مكان، فكيف إذا كان مسلم ويصلي بالجامع؟ قد يكون الله الحامي لك. لذلك احرص على أن لا تترك صلاتك مهما كثرت ذنوبك، فهي وسيلة الصلة بينك وبين الله. إذا قطعتها انقطعت الصلة بينك وبين أرحم الراحمين. إذا وصلت إلى هنا ردد معي هذا الدعاء قبل أن تخرج ليفرج الله همك. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، فرج عني ما أهمني ولا تعقد لي أمري، وافتح لي أبواب رزقك من حيث لا أحتسب. كما ينصح بالاستغفار والصلاة على النبي والدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر. اللهم أنت ثقتي في كل كربة، وأنت رجائي في كل شدة. أنزلته بك وشكوته إليك، راغبا فيه عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني. فأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حاجة، ومنتهي كل رغبة، فلك الحمد كثيرا. دعاء تيسير الأمور، يا مقبل العثرات، يا قاضي الحاجات. اقض حاجتي وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم يا كاشف الغم والهم، ويا مفرج الكرب، ويا مجيب دعوة المضطرين، أسألك أن تفرج همي. اللهم ارزق كل مهموم بالفرج، وكل معسر باليسر، وكل محروم بالذرية الصالحة، وكل مديون بقضاء دينه، وكل حزين بالفرح، وكل مرضانا بالشفاء، وكل موتانا بالرحمة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من الخير ما سالك به نبيك محمد، وأعوذ بك من الشر ما عاذ به نبيك محمد.